تعالوا نشوف الغدا بتاعنا. شوربة حمص كده عصرت مع ليمونة ويلا وكلي. ممكن برضو تحطي معاه عيش ويتاكل بالعيش. تمام. انا اسمي سوسنة ودي قناتي اسمها اسرار المطبخ مع سوسنة. لايك وشير وسبسكرايب. المهم معايا حمص كده. انا غسلته نقعته من بالليل. ده تاني يوم بالصباح. جبت حلة حطيته. هحط مية معاه وهخليه يغلي. هحطه بصلة وطماطمايه، وبعد ما يغلي اروح اوطي النار عليه لغايه لما ياخد السوا بتاعه. فزي ما قلت لك هو زي حمص الشام، بس احنا بناكله كده بعد ما يطيب يعني خالص. تروح ممكن تعملي طشة تومة، بس انا ما عملتش. جوزي قال لي ما تعمليش في طشة تومة فخليه كده. المهم البهارات بتاعتي فلفل اسود وكمون وكزبرة وملح، والملح على حسب ما انتي، على حسب الرغبة بتاعتك. فادي كده ممكن تعمل الطشة برضو زي ما قلت لك، بيطلع حلو وتفتي عليه وتاكلي. فدي اكله يعني احنا متعودين دايما ناكلها. المهم ادي كده ما خدش معايا وقت، بس لازم نبل الحمص قبلها بليله عشان ما ياخدش معانا وقت. ادي كده حطيته في الطبق وعصرة ليمون ويلا كلي. ادي ده الغدا بتاعنا، ما خدش معانا وقت. لايك وشير وسبسكرايب لغايه لما نلتقي في فيديو جديد ان شاء الله.